السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الشركة الجزائرية كوندور خلال مشاركتها بمعرض إيفا 2016 والذي تجري وقائعه بمدينة برلين الألمانية عن هاتفها الجديد أليور أويت، ليكون بذلك آخر هواتف سلسلة كوندور أليور المميزة. ويأتي هاتف كوندور أليور أويت الجديد بشاشة IPS LCD مقاسها 5.5 إنش بدقة 1080 بكسل مع حماية غوريلا جلاس 3. وبالحديث عن المواصفات العتادية، فيأتي هاتف كوندور الجديد بمعالج ميدياتيك MT 6753 8 نواة بتردد 1.3 جيجا هرتز مع 3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية. أما من حيث التصوير، فسيكون هاتف كوندور المقبل مزودا بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 مع فلاش LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مزودة بفلاش أيضا وبفتحة عدسة f2.2. الهاتف سيكون بشريحتي اتصال تدعمان تقنيتي الجيل الرابع والجيل الثالث مع بطارية مميزة، والتي تأتي بسعة 3150 ملي أمبير، والتي يمكن استخدامها ليوم كامل. الهاتف الجديد لكوندور والذي سيكون بقارئ للبصمة مع نظام تشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي في الجزائر، مع تحديد سعره الرسمي وتاريخ توفره. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.